أهلا بكم في حلقة جديدة من كورس نتورك فاندمنتالز اند كونسبتس. حلقتنا النهارده مهمة كالعادة لأننا هنتكلم عن تو توبكس النهارده إن شاء الله، وأول توبك معانا هيكون النات النتورك ادرس ترانسليشن، وتاني توبيك هنتكلم عنه هيكون الاكسس بوينتس ان نتوركينج. فجهز كشكولك والقلم الرصاص الروترنج بتاعك وكوبايه الشاي او كوبايه القهوه ويلا بينا علشان التوبيك بتاعنا مهم جدا. طيب هنبدا باول توبيك معانا وهو النتورك ادرس ترانسليشن. في التمرينات المهندسين كانوا بيشوفوا طريقه يخلوا الاجهزه توصل لبعض وتبعت داتا لبعض، واتفقوا ساعتها على الاي بي ادرس، واتفقوا انه هيبقى 32 بت زي ما قلنا قبل كده، يعني 2 باور 32 عنوان اي بي متاح، يعني حوالي 4 مليار وشويه اي بي. وساعتها كانوا شايفين انهم مش هيحتاجوا اكتر من 4 مليار اي بي، لكن ما كانوش متوقعين النمو الكبير للانترنت وظهور تكنولوجيا الاي او تي اللي خلت كل الاجهزه اللي حوالينا متوصله بالانترنت وليها اي بي ادرس. فكده عناوين الاي بي هتخلص مننا ومش هنعرف ندخل اجهزه جديده على الانترنت، لحد ما جه البروف جون مايرز في اوائل التسعينات وعمل حل مؤقت وعبقري وهو النات نتورك ادرس ترانسليشن. فلو تفتكروا في حلقه الاي بي ادرس اتكلمنا عن البرايفت اي بي ادرسز كلاسز، وقلنا انهم قسموها لثلاث مجاميع، كلاس A وB وC، وقلنا ان كل كلاس ليه رينج معين من العناوين. كلاس A بيبدا ب 10 وبيديك اقل عدد شبكات لكن اكبر عدد اجهزه، فبيستخدم في الشركات الكبيره جدا. وكلاس B بيبدا ب 172 وده عاده بيستخدم للشركات متوسطه الحجم. وكلاس C اللي احنا دايما بنشوفه وبنستخدمه وده بيكون دايما في البيوت والمكاتب والشركات الصغيره، وده اللي هو الاي بي اللي انت بتكتبه عشان تقدر تدخل على السيتنجز بتاعه الراوتر. والعناوين دي ممكن نستخدمها مليارات المرات عادي للشبكات الداخليه بتاعتنا. فعشان كده لما بتيجي تدخل على السيتنجز بتاعه الراوتر بتكتب الاي بي ده 192.168.1.1 او .0.1. كلنا بيكون عندنا نفس الاي بي ده ومع ذلك مش بيحصل اي كونفليكت، وده عشان ده برايفت اي بي ادرس، يعني على مستوى الشبكه اللي عندك في البيت ومش بيطلع للانترنت، عشان اللي بيطلع للانترنت هو البابليك اي بي ادرس، واللي بيعمل تحويل من البرايفت اي بي ادرس للبابليك اي بي ادرس هو النات النتورك ادرس ترانسليشن. طيب تعالوا ناخد اكزامبل كده عشان نفهم الموضوع اكتر. لو عندك مثلا شبكه لان في البيت مكونه من مجموعه اجهزه، لابتوب وبرينتر وتابلت، وكلهم موجودين في برايفت نتورك عنوانها 192.168.1.0، وطبعا هنا قلنا الزيرو عشان ده عنوان الشبكه، واللابتوب واخد عنوان 192.168.1.1، والتابلت .1.2، والبرينتر .1.3. فدلوقتي احنا عندنا شبكه داخليه صغيره تقدر الاجهزه دي تكلم بعض بكل سهوله. لكن لو عايز اخلي الاجهزه دي تتواصل بالانترنت ساعتها هحتاج راوتر واشترك في انترنت مع انترنت سيرفيس بروفايدر زي مثلا شركه وي، وادفع مبلغ شهري مقابل انهم يدوني البابليك اي بي ادرس عشان اقدر اتواصل مع الانترنت. بس انا محتاج ادخل بكل الاجهزه اللي عندي على الانترنت. فتخيل معايا كده لو حجزت من الشركه بابليك اي بي ادرس لكل جهاز، ساعتها طبعا هنضيع ال4 مليار عنوان اللي عندنا، ده غير اني هدفع كتير جدا للشركه، ولما اجي ازود اي جهاز هحتاج ان اروح احجز له اي بي ادرس من الانترنت سيرفيس بروفايدر. فاللي بيحصل عكس كده خالص، اللي بيحصل ان الاي اس بي بيديك بابليك اي بي ادرس واحد بس. طب ازاي كل الاجهزه دي بتقدر تتواصل بالانترنت عن طريق بابليك اي بي ادرس واحد بس؟ هنا بقى يجي دور النات اللي هيحول عناوين البرايفت لبابليك ادرس، وبيكون في منه شكلين اساسيين، سورس نات وديستنيشن نات. طيب تعالوا ناخد اكزامبل كده عشان نفهم النوعين دول. عندنا مثلا جهاز والاي بي ادرس بتاعه 192.168.1.1 وعايز يتواصل مع اليوتيوب، وسيرفر اليوتيوب الاي بي ادرس بتاعه 208.65.153.251. فالباكت هتطلع من الجهاز للسورس اي بي ادرس بتاع الجهاز اللي هو 192.168.1.1، والديستنيشن اي بي هيكون الاي بي بتاع سيرفر اليوتيوب، وطبعا الديستنيشن اي بي موجود في شبكه مختلفه. فساعتها الجهاز بيبعت الباكت دي للديفولت جيت واي اللي في الحاله دي بيكون الراوتر، وفي الراوتر بيكون في سيرفيس شغاله اوريدي اللي هي سيرفيس النات. فالراوتر هيعمل عمليه ترانسليشن للسورس اي بي من 192.168.1.10 للبابليك اي بي اللي هو هيكون 205.1.1.3، وده يعتبر البابليك اي بي ادرس بتاع الانترفيس اللي متوصل على الانترنت. بعدين الراوتر هيطلع الباكت دي على الانترنت لحد ما توصل للديستنيشن اللي في الحاله دي هيكون سيرفر اليوتيوب، والكلام ده كده هيكون اسمه السورس نات عشان عمليه الترانسليشن دي حصلت في السورس اي بي ادرس. ودلوقتي سيرفر اليوتيوب استلم الريكوست وهيرد على الريكوست ده، فهنا الباكت هتطلع من السيرفر وهتروح للراوتر وبعدين للجهاز، فهيكون السورس اي بي هو ال 208.65.153.251، والديستنيشن هنا هيكون البابليك اي بي ادرس بتاع الراوتر، يعني هيكون 205.1.1.1.
205.1.1.3. فالراوتر هنا هيستلم الباكت ويعمل عمليه ترانسليشن من البابليك اي بي للبرايفت اي بي، يعني من 205.1.1.3 ل 192.168.1.10. بعدين الجهاز هتوصل له الباكت، ففي الحاله دي النوع ده هيكون الديستنيشن نات، عشان عمليه الترانسليشن دي حصلت في الديستنيشن ادرس. طيب تعالوا بقى نتعرف على انواع النات مع بعض. اول نوع عندنا هو الستاتيك نات، وهنا انت بتحتاج تدخل بنفسك الانتريز للنات تيبل، يعني انت اللي بتقول للراوتر انهي برايفت ادرس هيتحول لانهي بابليك اي بي ادرس، وبتكونفيجر ال1 تو 1 مابينج من برايفت اي بي ادرس معين لبابليك اي بي ادرس معين. يعني مثلا لو عندي شركه فيها 5 اجهزه ومتخصص لهم 5 برايفت اي بي ادرس وعايزين يطلعوا للانترنت، لازم اشتري لهم 5 بابليك اي بي ادرس من الانترنت سيرفيس بروفايدر واعمل 1 تو 1 مابينج بين البرايفت والبابليك باستخدام الستاتيك ماب. فهنا البرايفت الاول هيستخدم البابليك الاول عشان يطلع للانترنت، والتاني هيستخدم التاني عشان برضه يطلع للانترنت، وهكذا. يعني لو عندي 20 جهاز هحتاج 20 بابليك اي بي ادرس، وده طبعا هيكون مكلف جدا ومش منطقي. والستاتيك نت بيكون مستخدم اكتر في الشركات اللي بتقدم خدمات معينه لليوزرز على الانترنت زي الويب سيرفر او الايميل سيرفر، بيستخدموا الستاتيك نت عشان يعملوا مابنج من البرايفت اي بي ادرس في الشبكه بتاعتهم للبابليك اي بي ادرس، بحيث ان اليوزرز يقدروا يدخلوا على السيرفرات دي عن طريق الانترنت. والنوع الثاني من النت هو الدايناميك نت، وهنا بنحتاج نعمل زي بول او مجموعه من البابليك ادرسز، والبول ده طبعا عشان تعمله هتحتاج انك تحجز البابليك ادرسز دول من الاي اس بي. في الدايناميك نت لما الداتا توصل للراوتر، الراوتر بيبتدي يعمل عمليه ترانسليشن من برايفت ادرس لواحد بس من البابليك ادرسز اللي في البول بتاعتي، ولما العمليه دي بتخلص البابليك ادرس اللي الراوتر استخدمه في العمليه دي بيرجع تاني للبول عشان يكون جاهز لاستخدام تاني في اي كونكشن بعد كده. يعني لو رجعنا للاكزامبل اللي فات، انا عندي 5 اجهزه وعايز اطلعهم للانترنت، في الاستاتيك كنت بحجز لهم 5 بابليك اي بي، انما في الدايناميك ممكن اجيب مثلا 3 بابليك اي بي بس، والجهاز اللي هيطلع فيهم على الانترنت يستخدم واحد من البابليك اي بيز دول. وهنا بعتمد ان ال5 اجهزه مش هيدخلوا مع بعض في نفس الوقت على الانترنت. دايناميك نت بيستخدموه الانترنت سيرفيس بروفايدر عشان يوفروا البابليك اي بي ادرس اللي عندهم، بمعنى ان بيكون في بول من الاي بي ادرس وجهازك بياخد واحد بس منهم وهو طالع على الانترنت، ولما تفصل الراوتر مثلا ساعتها الاي بي ده هيروح للبول تاني عشان اي يوزر تاني يقدر يستخدمه. وهنا طبعا مش هيحتاجوا يحجزوا اي بي بابليك مخصوص لكل يوزر، عشان اكيد مش كل اليوزرز هتدخل مع بعض في نفس الوقت على الانترنت. وثالث نوع عندنا من النت هو البورت ادرس ترانسليشن، البات، او بيسموه ساعات النت اوفرلود. وهنا بقدر ان اطلع اكتر من برايفت ادرس لبابليك اي بي ادرس واحد. يعني لو عندي نفس ال5 اجهزه دول عايزين يطلعوا على الانترنت، اقدر اخلي ال5 اجهزه دول يطلعوا على الانترنت بنفس البابليك اي بي ادرس، وعشان كده بيتقال عليه ميني تو 1 مابينج. والنوع ده من النت بيعمل ترانسليشن للاي بي ادرس وللبورت نمبر، والبورت نمبر مهم جدا عشان هو اللي بيعرف الجهاز الداتا دي هتشتغل على انهي ابلكيشن. طب ليه بيعمل ترانسليشن للبورت نمبر؟ طيب تعالوا ناخد اكزامبل كده عشان نفهم الموضوع اكتر. عندنا مثلا جهاز ايه هيبعت مسج للويب سيرفر بتاع اليوتيوب، والسورس اي بي هيكون الاي بي بتاع الجهاز اللي في البرايفت نتورك 192.168.1.10، وهيبتدي الجهاز انه يختار سورس بورت نمبر عشوائي مثلا 1 2 3 4 5، والديستنيشن اي بي هيكون الاي بي بتاع سيرفر اليوتيوب، وجهاز بي برضه هيبعت مسج لنفس السيرفر، فهيكون السورس اي بي 192.168.1.11، وهيبتدي الجهاز انه يختار سورس بورت نمبر عشوائي برضه، وبنسبه كبيره ممكن يختار نفس السورس بورت نمبر بتاع جهاز ايه اللي هو 1 2 3 4 5. فهنا بقى الراوتر هيعمل ترانسليشن للسورس اي بي بتاع المسج اللي جايه من جهاز ايه، وهيخليه البابليك اي بي، وهيكون 100.0.0.1، وهيسيب السورس بورت نمبر زي ما هو اللي هو 1 2 3 4 5. لكن بالنسبه للمسج اللي جايه من جهاز بي، الراوتر هيعمل ترانسليشن للسورس اي بي وهيخليه نفس البابليك اي بي ادرس اللي هو 100.0.0.1، بس هنا الراوتر هيغير البورت نمبر وهيخليه 1 2 3 4 4. طب ليه الراوتر عمل كده؟ عشان يقدر يفرق بين الكوميونيكيشن بتاع جهاز ايه وبتاع جهاز بي. يعني لو الاثنين طلعوا على الانترنت بنفس السورس اي بي والبورت نمبر، لما يجي ريبلاي من السيرفر الراوتر مش هيكون عارف الريبلاي ده جاي لانهي جهاز فيهم. طب تعالوا نفترض ان السيرفر هيرد على المسج اللي جايه من جهاز A ومن جهاز B، في الحاله دي الاثنين ليهم نفس الديستنيشن اي بي ادرس اللي هو 100.0.0.1، بس اللي هيفرق بينهم الديستنيشن بورت نمبر، عشان الريبلاي مسج اللي رايحه لجهاز A هيكون عندها الديستنيشن بورت نمبر 1 2 3 4 5، انما اللي رايحه لجهاز B هيكون عندها 1 2 3 4 4. وبسبب عمليه تغيير البورت نمبرز الراوتر هيقدر يبعت كل ريبلاي للجهاز اللي يخصه، رغم
رغم انهم طالعين على الانترنت بنفس البابليك اي بي ادرس. عشان كده البات يعتبر عملي جدا وهو الاكثر استخداما، وده النوع المستخدم في الهوم نتورك، وده معناه ان كل الاجهزه اللي عندك بتطلع على الانترنت بنفس البابليك اي بي مع اختلاف البورت نمبر. هنتنقل لتاني توبيك معانا النهارده وهو الاكسس بوينت. والاكسس بوينت هو اللي مسؤول عن بس الاشارات اللاسلكيه اللي هي الواي فاي، وبيكون موجود بيلت ان في المودم او الراوتر اللي عندك في البيت. يعني اي راوتر عشان يقدر يتصل بالاجهزه وايرلس بدون كابلات لازم يكون مدمج جواه الاكسس بوينت. والاكسس بوينت اسمه بالعربي نقطه الوصول، وبالانجلش بيتقال عليه اي بي او دبليو اي بي، اختصار وايرلس اكسس بوينت. وهو يعتبر من اجهزه الشبكات اللي بتسمح اننا نعمل شبكه دبليو لان، يعني شبكه وايرلس، وعن طريق الاكسس بوينت نقدر نخليها تتواصل مع شبكه ثانيه واير. يعني مثلا لو عايز الموبايل او اللابتوب يتواصلوا بالسيرفر ده، فاقدر عن طريق الاكسس بوينت ان اكون شبكه وايرلس بتتواصل مع شبكه واير اللي هي هيكون فيها السيرفر. ونفس الكلام لو عايز اطبع حاجه مثلا، فالاكسس بوينت وظيفته في الشبكه عامل زي الهاب او السويتش بس في شبكات الوايرلس. والاكسس بوينت بيشتغل دايما في لاير 2 اللي هو الداتا لينك لاير. والاكسس بوينت ممكن يبقى ستاند الون ديفايس، يعني جهاز منفصل لوحده، ممكن يبقى مدمج في الراوتر عشان يدينا اشارات الواي فاي، وده بالظبط زي اللي عندك في الهوم راوتر. والستاند الون راوتر بيكون مستخدم جدا في الشركات الكبيره، لان مدى الواي فاي ما يقدرش انه يغطي المساحات الكبيره دي. وكمان لو الشركه فيها اكتر من دور فاكيد هنحتاج مجموعه من الوايرلس اكسس بوينتس بيكونوا كلهم متوصلين ببعض عن طريق وايرد نتورك عشان تدي وايرلس اكسس لكل الموظفين مهما اتحركوا جوه الشركه. ونفس الكلام بيحصل برضه في المولات، فبيكون مثلا محتاج ان اوزع اكسس بوينتس عشان اقدر اغطي مساحات المول كله، بحيث ان اي يوزر ماشي في المول يقدر انه ياكسس الانترنت من اي مكان. وفي سوفت ويرز بتساعد اننا نعمل ديزاين للواي فاي كفرج ده زي مثلا يونيفاي. اما بالنسبه بقى للكونفيجريشن بتاع الاكسس بوينت، فعندنا اكتر من مود لاستخدام الاكسس بوينت. اول مود معانا هو اللوكال مود، وده يعتبر الوضع الافتراضي لاي اكسس بوينت، وكمان يعتبر نقطه وصول اللي هو الاكسس بوينت العادي اللي اتكلمنا عنه من شويه، اللي هو بياخد الاشارات من الراوتر وبعدين يبثها للاجهزه وايرلس، يعني يعتبر امتداد لاسلكي لشبكه سلكيه. وتاني نوع معانا هو الكلاينت مود، وهنا الاكسس بوينت بياخد اشارات لاسلكيه سواء من الاكسس بوينت اللي قبله او من الراوتر نفسه، ويبتدي انه يبث اشارات سلكيه لجهاز اكسس بوينت تاني. يعني لو انا عايز اخد اشاره وايرلس واطلعها في شبكه وايرد، يبقى هنا انا هبرمج الاكسس بوينت انه يشتغل كاكسس بوينت كلاينت، يعني يشتغل في الكلاينت مود. وهنا الاكسس بوينت لازم يكون عارف الماك ادرس والاس اس اي دي بتاع الاكسس بوينت او الراوتر اللي قبله اللي هياخد منه اشارات الوايرلس. ولازم الماك والاس اس اي دي يكونوا متخزنين في الميموري بتاعه الاكسس بوينت. والاس اس اي دي اللي هو سيرفيس سيت ايدنتيفاير اللي هو اسم الشبكه الوايرلس. ثالث مود معانا هو الوايرلس ريبيتر، وده بيكون مكون الاشارات اللاسلكيه عشان يقدر يزود مدى تغطيتها، وده اللي بيكون في الشركات او في المباني الكبيره اللي فيها اشارات وايرلس وما تقدرش انها تغطي المكان كله، فساعتها بنستخدم الاكسس بوينتس او الوايرلس ريبيترز اللي دوره انه يستقبل الاشارات اللاسلكيه من الراوتر ويبعتها للريبيتر اللي بعده، وهكذا لحد ما يوصل للاند ديفايسز زي الموبايل او اللابتوب. وبيكون موجود برضه في اي مبنى فيه اكتر من دور، وعايزين كل الادوار تكون كفرد من الاشاره اللاسلكيه، واكيد كل الريبيتر لازم هيكون متخزن جواه برضه الماك ادرس والاس اس اي دي بتاع الريبيتر اللي قبله او الاكسس بوينت اللي قبله. واخر مود معانا هو البريدج مود، وهنا الاكسس بوينت بيكون دوره الرئيسي انه يوصل شبكتين منفصلين ببعض. يعني لو مثلا عندي شبكه دبليو لان اي وشبكه دبليو لان بي، نقدر نوصل الشبكتين ببعض عن طريق الاكسس بوينت في البريدج مود. وطبعا كل المودز دي بنشوفها لما بنيجي نعمل كونفيجريشن بتاع الاكسس بوينت. طيب احنا كده الحمد لله خلصنا، واشوفكم في حلقه جديده من كورس نتورك فاندمنتالز اند كونسبتس.